في 11 نوفمبر 2004 تعلن وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات داخل مستشفى في فرنسا بعد فترة طويلة من حصار الاحتلال الصهيوني ليه داخل مقر إقامته في مدينة رام الله، واللي من بعده تولى قيادة الحركة محمود عباس أبو مازن، وبقت فتح هي المسيطرة على المجلس التشريعي البرلمان، وبالتبعية مسيطرة على رئاسة الوزراء والحكومة، وكمان منصب رئيس السلطة. الوضع ده ما كانش من بعد أوسلو بس، هي أوسلو ادت الاعتراف الإسرائيلي والدولي، ولكن فتح كانت بتقود ومهيمنة من الستينات تقريبا مع بعض الاختلافات في الأدوار والمسميات، ولاحقا أصبح بيمثل المعارضة داخل فلسطين حركات تانية زي حماس والجهاد وغيرهم. وزي ما ثقل حركة فتح في الضفة الغربية، فكان ثقل حركتي حماس والجهاد في قطاع غزة. قررت حماس والجهاد مقاطعة الانتخابات الرئاسية وعدم الاشتراك فيها، وترشح في الانتخابات الرئاسية دي 7 مرشحين، منهم محمود عباس ومصطفى البرغوثي وعبد الحليم الأشقر. وفي منتصف يناير 2005 يعلن فوز أبو مازن بمنصب رئيس السلطة الفلسطينية خلفا لعرفات، ويخرج المئات من أنصار حركة فتح للشوارع في غزة ورام الله للاحتفال بفوزه وسط ترحيب كبير جدا عربي وأمريكي، وأشادوا بالأجواء الديمقراطية النزيهة اللي جرت فيها الانتخابات، وأكدوا ترحيبهم بنتائجها واحترام إرادة الشعب الفلسطيني، وأنهم سيدعموا الرئيس المنتخب فيما ينتظره ويواجهه من صعوبات. وحتى حكومة الاحتلال نفسها رحبت بفوز أبو مازن، وصرح مسؤوليها بأنهم يأملوا أن يكون فوز محمود عباس فاتحة عهد جديد من السلام مع التزام الفلسطينيين بطريقة التسوية والمفاوضات والحوار. وطبعا طالبهم بإنهاء رعبهم الأكبر لما طالب محمود عباس بتفكيك البنية التحتية والعسكرية لفصائل المقاومة ونزع السلاح عنها. أما مقاطعي الانتخابات سواء الجهاد أو حماس فقالوا أنهم مستعدين للتعامل مع الرئيس أيا كان اسمه تحقيقا لمصالح الشعب، وطلبوه بتشكيل حكومة توحد الفلسطينيين. وفي 15 يناير 2005 يجدد الرئيس محمود عباس الثقة في رئيس الوزراء أحمد قريع القيادي البارز والتاريخي في حركة فتح، ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وفي 21 يناير 2005 يقرر عباس إعادة انتشار قوات الأمن الفلسطيني على كامل حدود قطاع غزة، وأصدر تعليماته لقوات الشرطة والأمن الوقائي والمخابرات بتكثيف حملاتها وتواجدها في مختلف المدن والقرى والمخيمات بهدف المحافظة على النظام العام وتوفير الأمن والحماية ليهم ولممتلكاتهم. وفي 28 يناير 2005 تعلن اللجنة العليا للانتخابات الفلسطينية عن نتائج انتخابات البلدية في قطاع غزة، انتخابات المجلس المحلي يعني، واسفرت الانتخابات عن فوز كاسح لحركة حماس في القطاع. فمن أصل ما يزيد عن 100 مقعد بالبلدية حصدت حماس أكثر من 70 مقعد. وفي 12 مارس 2005 تعلن حركة حماس أنها قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر عقدها في يوليو 2005. وقال محمد غزال أحد قادة حماس أن مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية ستقوم على أساس الالتزام بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولحماية المقاومة الفلسطينية باعتبارها الخيار الاستراتيجي حتى زوال الاحتلال، علشان تكون دي أول مرة تشارك فيها حماس في انتخابات البرلمان في فلسطين، يعني بعد 18 سنة من تأسيس الحركة. وكان أبرز أسباب عدم المشاركة امتناع حماس عن الدخول في الانتخابات التشريعية اللي نظمتها السلطة الفلسطينية كأحد نتائج اتفاقية أوسلو، انتخابات المجلس التشريعي في 1996 واللي ما اتعملش غيرها لمدة 9 سنين. وتقرر عقد انتخابات جديدة في 2005. وفي 1 أبريل 2005 يصدر الرئيس محمود عباس مرسوم رئاسي بتشكيل لجنة الانتخابات المركزية استعدادا لإجراء الانتخابات التشريعية، الانتخابات اللي كان منتظر مشاركة حركة حماس فيها. وخلال نفس الفترة دي ومن قبل فوز محمود عباس كانت الضفة وغزة بيشهدوا عمليات مقاومة شديدة ضد الاحتلال خاصة في قطاع غزة، نظرا لاتساع القطاع مقارنة بحجم المستوطنات الصهيونية واللي كانت متجمعة في نقطتين بالقطاع كله وكل اللي حواليها بيوت وسكان غزة. عشان في يوم السبت 15 أغسطس 2005 يعلن الاحتلال الصهيوني انسحابه بالكامل من قطاع غزة بعد ما طلع رئيس وزراء الاحتلال أرييل شارون وأعلن عن خطة تحت اسم خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية، ودي الخطة اللي كانت عكس وعوده الانتخابية تماما واللي كان وعد فيها بمزيد من التوسع والاستيطان وليس العكس. لكن الاحتلال وإعلامه روجوا أن خطة الانسحاب ما هي إلا بادرة حسن نية من الحكومة الإسرائيلية جت بعد تفاهمات دولية وعربية، لكن الواقع بيقول عكس كده. بعد تنفيذ الإخلاء والانسحاب الإسرائيلي يعم قطاع غزة الاحتفالات فرحا بخلوه من الصهاينة، وبكده بقى القطاع فعليا محرر على عكس الضفة الغربية وعلى عكس بقية أراضي فلسطين المحتلة، ورسميا أصبح قطاع غزة بيخضع لسلطة حكومة فتح. وفي 22 سبتمبر 2005 يصدر الرئيس محمود عباس مرسوم رئاسي جديد في إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية، مرسوم يحدد عدد نواب المجلس التشريعي حسب الدوائر الانتخابية. وفي 3 ديسمبر 2005 ولمدة 12 يوم تالية يفتح باب الترشح لعضوية المجلس التشريعي، وتقرر أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ في 3 يناير 2006 وتنتهي مساء يوم 23 يناير 2006 استعدادا لانطلاق انتخابات المجلس التشريعي يوم 25 يناير
2006. الانتخابات اللي هتحدد مين هيفوز بالأغلبية البرلمانية وبالتالي مين اللي هيكون رئيس الوزراء اللي هيشكل الحكومة. ودي الانتخابات اللي قررت حركة حماس المشاركة فيها وبقوة. ربما شكل الفوز الكبير اللي حققته في انتخابات البلدية دافع ليها، وانها قادرة في أول مشاركة ليها على تحقيق نتائج إيجابية تحصد مثلا 25% أو 30% من المقاعد أو ربما أكتر، بحيث تكون كتلة برلمانية لها دور وتأثير. وبعد يومين وفي 27 يناير 2006 تعلن اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية نتائج الاقتراع في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 77% من الناخبين الفلسطينيين. النتائج اللي أظهرت مفاجأة غير متوقعة إطلاقا، لا داخل فلسطين ولا في محيطها ولا في العالم. كانت النتائج بتعلن بكل بساطة اكتساح حركة المقاومة الإسلامية حماس للانتخابات. فمن أصل 132 مقعد برلماني حصلت حماس 74 مقعد، أغلبية مقاعد المجلس، في حين حصلت حركة فتح على 43 مقعد وتبقى 13 مقعد فاز بيهم قوائم أخرى ومستقلين. تم إعلان فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس، وبموجب الفوز بالأغلبية هيبقى رئيس الوزراء من حركة حماس، وبالطبع سيشكل الحكومة، لتكون دي المرة الأولى منذ تأسيسها اللي هتعتلي فيها حركة حماس رسميا مناصب السلطة التنفيذية في فلسطين. اعتبرت حركة حماس فوزها انتصارا لمشروع المقاومة والإصلاح زي ما شعارها بيقول. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في غزة إن الحركة مستعدة للتعامل بثقة مع المرحلة المقبلة، وإن لديها برامج كفيلة بمواجهة كافة التحديات، وإنهم بدأوا بالفعل في دراسة تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة، وفي انتظار مشاورات مكثفة مع الرئيس محمود عباس وكافة القوى بشأن الشراكة السياسية. وقالت حركة حماس إنها مستعدة للعمل على تغيير نظرة الغرب تجاه الحركة من خلال الحوار، وإن الدول الغربية عليها الاعتراف بالحركة والتعامل معها، وعلى التصريحات المناهضة لحماس أن تنتهي. أما بخصوص حماس والاحتلال، فالسلطة الفلسطينية ممثلة في منظمة التحرير الفلسطيني اعترفت بإسرائيل وبحقها في العيش بسلام وأمان، وبينهم اتفاقيات تعاون أمني مشترك وفقا لاتفاقيات أوسلو الموقعة في 1993. ودلوقتي رئيس الوزراء هيكون من حماس، وحماس لا تعترف بالاحتلال، دي بتقاومه عسكريا وبينهم سجال ومعارك. في السياق ده قالت الحركة إنها مستعدة لتمديد الهدنة مع الاحتلال حال احترام إسرائيل لها. وقال القيادي في الحركة محمود الزهار في نفس الوقت تقريبا لوسائل إعلام أجنبية، قال إن حماس لم تشترك في عملية السلام مع إسرائيل، وإنها غير مستعدة لإجراء أي مفاوضات معها. وده اعتبر تضارب في التصريحات، وظهر إن في عدم تنسيق بين مؤسسات الحركة، واللي انعكس على تصريحات قادتها بخصوص كيفية التعامل مع الاحتلال بعد ما أصبحت حماس في السلطة التشريعية والتنفيذية. وطبعا عقب إعلان فوز حماس قدم رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع استقالته، وكلفه عباس بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. أما صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين فصرح لوسائل الإعلام إن الرئيس قرر تكليف حركة حماس بتشكيل الحكومة الجديدة، لكنه أكد في نفس الوقت أن حركة فتح لن تشارك فيها ولن تكون جزءا منها، وأن فتح هتكون معارضة موالية، معارضة لحماس لرئيس الوزراء ووزراء الحكومة اللي هيجوا منها، وفي نفس الوقت هتكون موالية للرئيس محمود عباس. وطالب عريقات حركة حماس على الفور بتحمل كافة مسؤولياتها السياسية والأمنية والاقتصادية والوطنية، يعني من الآخر شيلوا شيلتكم. وقال زياد أبو عين أحد مسؤولي حركة فتح إن أي مشاركة لفتح في حكومة وحدة وطنية مع حماس هتكون أكبر جريمة ترتكبها فتح في تاريخها. وده برضو اللي نقلته مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني اللي فضل ابتعاد فتح عن أي حكومة تقودها حماس. طبعا حالة النزاع دي ولسه مفيش حكومة أصلا ورئيس الوزراء لم يكلف بتشكيلها بتظهر جزء بسيط من القادم. ما وقفتش التصريحات العدائية على القيادات بس، فبعد إعلان نتائج المجلس التشريعي خرج أنصار وأعضاء من حركة حماس للاحتفال بالفوز في محيط المجلس التشريعي بمدينة رام الله، واعتراضهم بعض أنصار وأعضاء حركة فتح ما أدى لحدوث مشادات تطورت لإطلاق نار من الطرفين. لكن بعض الكوادر من الجانبين اتدخلوا وفضوا الاشتباك، ورفعت أعلام فلسطين بجانب علم حماس على مبنى المجلس التشريعي، وصور القادة اللي اغتالهم الاحتلال مؤخرا، الشيخ أحمد ياسين والشيخ صلاح شحادة والدكتور عبد العزيز الرنتيسي. وصول حركة حماس للسلطة في فلسطين قوبل باستهجان وتهديد من كتير من أنظمة الدول الأوروبية. في المقابل خرج الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في 30 يناير 2006 ووجه انتقادات لتهديد بعض الدول الغربية بوقف المساعدات المالية للفلسطينيين، وقال إن وصول حماس للسلطة نتيجة لمسيرة الديمقراطية اللي الدول دي بتطالب بيها، وإن على أوروبا والعالم احترام إرادة الشعب الفلسطيني. وفي 18 فبراير 2006
2006 يبدأ عمل المجلس التشريعي، ويجتمع المجلس لاختيار رئيسه، ويفوز بأغلبية الأصوات الدكتور عزيز الدويك القيادي في حركة حماس ليصبح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني. وفي 22 فبراير 2006 يقرر الرئيس الفلسطيني رسميا تكليف إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الجديدة، وقدامه مهلة 5 أسابيع. وفي أول تصريح ليه عقب تكليفه قال هنية أن حركة حماس هدفها تشكيل حكومة ائتلاف وطني من كل الفصائل الفلسطينية، وكانت حماس بدأت بالفعل مشاوراتها مع قادة الفصائل لإقناعهم بالدخول في حكومة ائتلاف وطني. لكن حركة الجهاد الإسلامي قررت عدم المشاركة في الحكومة، لكنها تعهدت بدعم برنامج حركة حماس في المقاومة، ووافقت الجبهة الشعبية بشكل مبدئي على المشاركة في الحكومة. وأصبح موقف حركة فتح غير محدد بشكل رسمي، وإن كان الاتجاه داخل الحركة هو عدم مشاركة فتح بأي شكل في حكومة يرأسها إسماعيل هنية. ده كان سريعا لمحة عن الوضع الداخلي في فلسطين. أما خارجيا فكانت تداعيات فوز حماس محل قلق وجدال دولي. فمثلا وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قالت في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إنه على حماس أن تختار ما بين السياسة أو الإرهاب، وانه من غير المقبول ان تضع قدما في معسكر السياسه والاخرى في معسكر الارهاب. اما رئيس الوزراء الاسرائيلي اهود اولمرت فشكله كان بيجر ناعم، او ربما بيحاول يسحب حماس لنفس ملعب منظمه التحرير لما قال انه لا يستبعد امكانيه اجراء محادثات سلام مع حركه حماس. طبعا الرفض الامريكي ومن وراء الاوروبي لنتائج الانتخابات التشريعيه الفلسطينيه كان مستغرب وقتها من ناس كتير. ازاي اصحاب الديمقراطيه يعلنوا رفضهم لنتائج الديمقراطيه؟ ازاي المنادين بحق الشعوب في اختيار حكامها هم نفسهم اللي بيدينوا الحق ده لشعوب عربية اختارت حكامها في انتخابات نزيهة؟ طبعا الرفض ده انعكس على مواقف أنظمة الدول العربية. ففي أواخر مارس 2006 ينعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة للتجهيز للقاء القمة العربية، واللي كان على أجندته بشكل رئيسي طبعا وصول حماس للسلطة في فلسطين. لكن إجمالا ممكن نقول إن الاجتماعات دي والقمة دي طلعت على فشوش كما يقال، لما رفضوا أو خافوا أو فشلوا في الاتفاق بشكل واضح على تقديم دعم مالي للسلطة الفلسطينية بعد وصول حماس للحكم. وتم الاكتفاء بأن الوزراء العرب دعوا المجتمع الدولي لاحترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني ورفض الضغوط الأمريكية الداعية لرفض نتائج الانتخابات وعزل حركة حماس عن المشهد. وبكده يكون المشهد الفلسطيني الديمقراطي مرفوض غربيا وغير مدعوم عربيا بشكل قوي، يعني كلها في إطار ندعو ونطالب، حاجة كده زي ندين ونستنكر. المشهد الفلسطيني ده كان المفترض مساندته ويكون مستقر عن السابق. احنا عملنا انتخابات ودعاية وتصويت وصناديق، والشعب الفلسطيني شارك واختار بإرادة حرة من غير إجبار أو تزوير. عندنا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، وعندنا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، وفي رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك. يعني المشهد الداخلي المفروض إنه أفضل، لكن الأمور كانت بتتجه للأسوأ، على الرغم من إن حكومة الاحتلال لم تظهر رد فعل عنيف أو متطرف تجاه فوز حماس، والأهم تجاه استكمال السلطة الفلسطينية لهيكلها وحكومتها ومجلسها التشريعي. وإن كنا عارفين حقيقة ما يضمره الصهاينة، لا عايزين دولة فلسطينية ولا راغبين في مؤسسات سلطة مستقلة ومنتخبة شعبيا. أما الدول العربية خاصة في المحيط الفلسطيني فسوريا ولبنان الموضوع ما كانش بيمثل لهم مشكلة كبيرة. أما مصر والأردن فأنظمة الحكم فيهم ما كانوش فرحانين بفوز حماس، نظرا لربطهم الحركة دائما بجماعة الإخوان المسلمين، الجماعة اللي مقر تأسيسها في مصر ولها ثقل كبير في الأردن. وإن كانت التصريحات المعلنة من مختلف الأنظمة العربية والإسلامية هي دعم السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لكن كلمة السلطة الفلسطينية دلوقتي بقى داخل جواها حركات المقاومة الفلسطينية، حماس والجهاد وألوية النصر صلاح الدين. أما دوليا فبرضو التصريحات المعلنة حول نتائج الانتخابات وتكليف رئيس الوزراء، وإن ما كانتش داعمة فهي برضو ما كانتش هجومية أو عنيفة، كانت تقريبا جس نبض. هل حركات المقاومة هتمشي في نفس سكة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح فيبقى خير وبركة وزي الفل، ولا وجودها في السلطة إشارة إن الناس اختارتهم علشان هم المقاومة فمستحيل يتخلوا عن فكرة الدولة الفلسطينية وتحرير المقدسات؟ وبالعودة لداخل فلسطين فدلوقتي المفروض بقى السلطة الفلسطينية اللي بتشمل منظمة التحرير بقيادة حركة فتح وانضم لها مؤخرا حركة حماس، المفروض إن هم يحطوا إيدهم في إيد بعض يشتغلوا لصالح فلسطين وشعبها. السلطة أدوارها تشريعية ورقابية وتنفيذية، شرطة وأمن
أمن داخلي، علاقات خارجية وإقليمية ودولية، خدمات صحية وتعليم وبنية تحتية، صناعة وزراعة وتجارة ومالية، جرحى الاعتداءات الصهيونية والأسرى وأسر الشهداء، ملفات كتير جدا. الشعب الفلسطيني منتظر أي تغيير فيها للأفضل، ملفات لا كان فيها بناء جيش فلسطيني ولا فيها عمليات عسكرية ضد الاحتلال ولا فيها كلمة مقاومة. السلطة الفلسطينية ليها أدوارها ومسارها، وحركة المقاومة ليها أدوارها ومسارها، لكن طالب البعض بحل حركات المقاومة وأن أعضائها يتحولوا أو يلحقوا بجهاز أمن السلطة. بكل بساطة يعني يتحولوا من مقاومة المحتل للعمل تحت أوامر جيش الاحتلال، وده طبعا اللي كان مرفوض تماما من حركات المقاومة المسلحة كلها. ومع صعوبة موضوع حل حركات المقاومة خاصة في قطاع غزة، مركز وثقة للمقاومة في فلسطين كلها، انتقل الأمر للعمل السياسي. يعني بقى قصاد السلطة الفلسطينية فرصة لخدمة الشعب في كتير من المجالات وتقوية الصف الفلسطيني، وده نظريا كان كلام مبشر جدا، ولكن اللي حصل العكس تماما. اتحول المشهد لصراع داخلي بين الفصائل الفلسطينية، صراع على الأدوار والمسؤوليات، على الصلاحيات، على المقرات والخزائن والأختام. ففي عملية التسليم والتسلم، تسليم حكومة فتح السلطة لحكومة حماس، حصل كتير من الخلافات وعدم التعاون، وبشكل عام بدأت فوضى، وكان النصيب الأكبر منها في قطاع غزة اللي بدأ يشهد فوضى أمنية، لكنها فوضى منظمة رتب لها بليل وبشراكة الأجهزة الأمنية نفسها. اتحولت غزة بين ليلة وضحاها لساحة مفتوحة لإطلاق النار، محاولات اغتيال لأعضاء وكوادر وقيادات في حركة حماس أو أنصار ليهم، مش حادثة هنا ولا هناك، دي مئات الاستهدافات من فلسطينيين لفلسطينيين ليستشهد المئات. تقريبا ما كانش بيعدي يوم إلا بإطلاق نار وشهيد، وكانت كل أصابع الاتهام موجهة لجهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية وللرئيس محمود عباس، واللي مهمته الحفاظ على الأمن الداخلي بدلا من الحفاظ على أمن إسرائيل، حماية الفلسطينيين مش المستوطنين، الدفاع عن الناس مش القبض على كوادر المقاومة. وعلشان كده ظهر في أجهزة أمن السلطة ما يعرف بفرقة الموت، واللي كانوا بيتمتعوا بحماية وتمويل من مسؤول الجهاز في الوقت ده، وعلى رأسهم محمد دحلان القيادي البارز في حركة فتح. طبعا مع شيوع الانفلات الأمني بدأت الناس تحمل حماس المسؤولية، هي الحكومة هي السلطة ومش قادرة تسيطر على جهاز الأمن الوقائي، أو بمعنى أدق مستحيل يسمح لها بالسيطرة عليه. وهنا أعلنت رئاسة الحكومة الفلسطينية المنتخبة عن تشكيل جهاز أمني جديد يتولى حفظ الأمن العام، وسمي القوة التنفيذية الفلسطينية. القرار ده أجج الخلاف بين هنية وعباس، بين حماس وفتح، وخرج محمود عباس اللي ما تدخلش بأي شكل لوقف نزيف الدماء والقضاء على الفوضى بأنه يؤمر جهاز الأمن الوقائي بالتوقف عن جرائمه. خرج وقال إن تأسيس القوة التنفيذية غير دستوري، وإن هو بشخصه الوحيد القادر على قيادة القوات المسلحة. عموما اتحول قطاع غزة لساحة صراع على الصلاحيات والنفوذ، صراع نجح فيه الأمريكان والصهاينة في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني لما غلبوا طرف على طرف، لما دعموا محمود عباس وحركة فتح ضد إسماعيل هنية وحركة حماس، دعم وصل لتأييد الاحتجاجات اللي كان بيقودها محمد دحلان بنفسه ضد الحكومة المنتخبة. خرجت مظاهرات في نفس أسبوع فوز حماس بعد ساعات من تولي هنية مسؤولية تشكيل الحكومة، وكان الهدف إقالة رئيس الوزراء وإسقاط الحكومة. من أول لحظة كان الهدف هو التخلص من الحكومة المنتخبة. ما نفعتش المظاهرات، فكانت الخطة البديلة إشعال فتيل الإضرابات الفئوية وفرض حصار وتعطيل كل المصالح في محاولة لإظهار الحكومة بمظهر الضعيف العاجز. طبعا غير المناكفات السياسية والإعلامية زي الشروط التعجيزية اللي حطتها حركة فتح علشان توافق تشارك حماس في الحكومة، غير إنهم يوميا كانوا بيوصفوا حماس بأنها حركة إرهابية لا يجب أن تكون في هذا المكان. لكن الحكومة الفلسطينية المنتخبة ومن وراها حركة حماس وبدعم وتأييد شعبي كبير اتمكنوا بشكل أو بآخر من التعامل مع كتير من الأفخاخ دي بشكل أو بآخر أو بضرر أو بآخر. ليبدو أن السلطة الفلسطينية ومن خلفها حركة فتح قررت تصعيد أكتر في خيار المواجهة المسلحة، مش بس ضد حركة حماس وكوادرها، ده كمان ضد الحكومة المنتخبة ومسؤوليها وضد نواب الشعب في المجلس التشريعي. وفي مارس 2006 بدأت تظهر بوادر الانقسام الإداري في قطاع غزة لما رفض موظفي السلطة الفلسطينية التابعين لحركة فتح رفضوا تلقي الأوامر من مسؤولي الحكومة المنتخبة، وزادت الخلافات ورفض تنفيذ التعليمات وتعطلت مصالح الناس، وفشل التوصل لأي اتفاق بين حماس وفتح بشأن تقاسم سلطة وصلاحيات الحكومة. طبعا لما كانت فتح في السلطة عمر ما حد جاب
سيرة الصلاحيات ولا حكومة الوحدة الوطنية ونشتغل كلنا سوا والكلام ده. ومع اشتعال الموقف في الداخل وتركيز أجهزة الأمن التابعة لدحلان وعباس على استهداف واستنزاف حركة المقاومة الإسلامية حماس وقيادتها وكوادرها، كانت المقاومة الفلسطينية ليها رأي تاني أو ليها نظرة تانية لحقيقة الصراع إزاي يدار ويكون فين. فيبدو أن المقاومة الفلسطينية في غزة قررت نقل الصراع إلى العدو الصهيوني، لأنه في وسط كل الأوضاع دي الصهاينة ما كانوش قاعدين بيتفرجوا، كان الاحتلال بيواصل اعتداءاته وهمجيته ضد أهل فلسطين في الضفة الغربية وأعداد الأسرى كل يوم في زيادة، علشان يحصل حدث نوعي فارق في تاريخ المقاومة الفلسطينية كله. حدث فارق بدأ الإعداد ليه من فترة وبدأ التنفيذ في 23 يونيو 2006 لما انطلق من قطاع غزة عدد من صواريخ المقاومة باتجاه المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال، قصف متواصل وبطريقة منظمة لدرجة انه اجبر جيش الاحتلال على سحب منطاد المراقبة العسكري اللي طاير فوق القطاع بيراقب حدوده وبلداته. ومع سحب الاحتلال للمنطاد اللي كان الهدف الفعلي لقصف المقاومة، تبدأ العملية الحقيقية اللي خططت لها كتايب القسام. ففجر يوم 25 يونيو 2006 في الساعة 5:15 صباحا اطلقت كتائب القسام بالتعاون مع علوية الناصر صلاح الدين وجيش الإسلام عملية عسكرية تحت عنوان الوهم المتبدد. العملية اللي استغلت القصف اللي حصل لإشغال قوات حماية معبري صوفا وكرم أبو سالم بمدفعية الهون، وتتحرك 3 مجموعات للمقاومة في وقت واحد، وتتسلل عبر الأنفاق لخلف خطوط العدو وتهاجم نقطة عسكرية معروفة أو اشتهرت باسم البرج الأحمر. المجموعة الثالثة كان دورها تدمير أجزاء من الموقع العسكري الاستخباري المعروف بالبرج الأحمر والاشتباك مع الجنود اللي احتموا بالبرج، واستشهد 2 من المقاومين في المجموعة دي هما حامد الرنتيسي ومحمد فروان. أما المجموعة رقم 2 فكان دورها تدمير ناقلة الجند بالموقع، ونجحت المجموعة في قتل كل الضباط والجنود اللي فيها. أما المجموعة رقم 1 فكان دورها تدمير الدبابة الميركافا، وبالفعل اتقتل 2 من طاقم الدبابة واتصاب الثالث، وتم تدمير الدبابة جزئيا، بالإضافة للحدث الأهم وقوع جندي إسرائيلي على قيد الحياة في يد القسام، أسير من جيش الاحتلال في قبضة المقاومة، الجندي الأسير جلعاد شليط. انتهت العملية وانسحب المقاومين لداخل قطاع غزة ومعاهم الجندي الأسير. طبعا العملية دي قلبت الدنيا، هجوم بالصواريخ والمدفعية، سحب المنطاد العسكري الإسرائيلي، عملية تسلل خلف خطوط العدو، تدمير معسكر البرج الأحمر، قتل وإصابة كل اللي فيه تقريبا، وفوق البيعة جندي أسير من الاحتلال. يعني كارثة مخابراتية وأمنية على جيش الاحتلال وفشل لحكومته. في المقابل قدرت حركات المقاومة عامة وحركة حماس خاصة انها تحقق مكاسب كتير من العملية. اولها حولت دفة سفينة الفتنة والصراع من الداخل الفلسطيني الى العدو الصهيوني، تغيير اللهجة والطريقة تماما عربيا واقليميا ودوليا في التعامل مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة بعد امتلاك المقاومة ورقة ضغط قوية جدا ضد الاحتلال، جندي اسير. طبعا في الظروف دي ممكن حد يفكر ويسأل ليه المقاومة تعمل كده؟ ما اكيد الاحتلال هيتغابى ويرد بعنف، وده سؤال مهم. احنا بنتكلم عن عملية تمت في 2006، وقتها كان في تهدئة بين الاحتلال والمقاومة برعاية ووساطة عربية ودولية، وكانت المقاومة ملتزمة بيها، في حين لم يلتزم الاحتلال بالهدنة واخترقها أكتر من مرة. تخيل إن حد مكتفك والتاني عمال يضرب فيك ولا ملتزم باتفاق ولا كلمة، ولما فكيت إيدك ودافعت عن نفسك كل اللي واقفين بيتفرجوا عليك وأنت بتتضرب وبتتهان كلهم بقوا يلوموك أنت. مش دي قلة نخوة وانعدام رجولة؟ صح؟ ببساطة العدوان الإسرائيلي كان مستمر على الشعب الفلسطيني ليل ونهار، كل يوم كل ساعة، ومحدش بيتكلم. المواطن الفلسطيني بيتهان كل لحظة وهو في الشارع، على الحواجز الأمنية، وهو في مكان أكل عيشه، في محله ولا مكتبه ولا حتى طالب في الجامعة، وحتى وهو في بيته اللي مستباح في أي وقت لحملات التفتيش. كل ده وغيره كتير. ولو جت المقاومة ردت تبقى المقاومة غلطانة وتقوم الدنيا وما تقعدش ويقولوا المقاومة بتخرق الاتفاق. أدانت أمريكا عملية الوهم المتبدد وأعلنت دعمها الكامل لإسرائيل، وزاد الضغط على قطاع غزة وعزله أكتر عن العالم وتوفير حماية كاملة للاحتلال لتنفيذ جرائمه. ووصفت أمريكا أسر الجندي الإسرائيلي بالعمل الإرهابي، وقالت إن من حق إسرائيل تحريره، في حين إنها سكتت تماما عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، واللي منهم عشرات إن ما كانش المئات أسرهم الاحتلال بعد أسر شليط، منهم وزراء في الحكومة ومسؤولين وموظفين حكوميين. وفي ظل الأوضاع دي كلها كان الرئيس محمود عباس بيتواصل مع قيادات حركة حماس ويطلب منهم فورا تسليم الجندي المختطف عشان ياخده بنفسه ويرجعه الاحتلال. رد قادة الحركة ان الجندي سيتم الافراج عنه مقابل الافراج عن الاسرى الفلسطينيين. ما اهتمش عباس قوي بموضوع الاسرى وقال لهم سلموني شليط وروحوا قولوا عليا جاسوس. لكن حماس اصرت ان تكون مبادلة لا تسليم، وقصاد الرفض ده امر محمود عباس عناصر اجهزته الامنية بالبحث
والتقصي عن أي معلومة تدل على مكان إخفاء جلعاد شاليط لتحريره وإعادته إلى إسرائيل. وهنا يمكن ظهر لأول مرة موقف عملي بيختبر قدرة حركات المقاومة في قطاع غزة على الفصل بين العمل المقاوم والعمل السياسي والعمل الحكومي. فرئيس الوزراء الفلسطيني هو إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. أما رئيس حركة حماس في غزة فهو غير معروف، لأنه بعد اغتيال إسرائيل للشيخ أحمد ياسين ثم الدكتور عبد العزيز الرنتيسي قالت حماس إنها لن تعلن عن اسم رئيس الحركة في غزة والسبب تأمينه. ده غير إن في قائد كتائب القسام وهو محمد الضيف ونائبه أحمد الجعبري. وبكده لما يطالب هنية بالإفراج عن الجندي هيكون رده إن بصفتي رئيس الوزراء الفلسطيني هتكلم مع قادة حركة حماس، وترد عليه الحركة بإنه استنى لما نتكلم مع قادة كتائب القسام، وقادة القسام يقولوا انتظروا لما نناقش الأمر مع قادة بقية فصائل المقاومة اللي نفذوا معانا العملية. وخلال الفترة دي قدرت حماس بنسبة إنها تميز بين دورها كحركة مقاومة ودورها كجزء من السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية اللي كانت مقسومة، جزء منها بقيادة رئيس الوزراء إسماعيل هنية بيسعى ويدفع في طريق إيقاف العدوان على شعب غزة ودعم المقاومة في إتمام صفقة تبادل يتحرر بيها مئات الفلسطينيين من سجون الاحتلال. وجزء ثاني من السلطة بقيادة الرئيس محمود عباس اللي كل همه بس يعرف مكان شاليط. محمود عباس نفسه أدان عملية اختطافه وقال إنها عملية لا تجوز. ولكن للأسف في نفس الفترة اللي كان يجوز هو استمرار الانقسام الفلسطيني ومحاولات القضاء على تجربة الانتخابات الأخيرة، الانتخابات البلدية ثم المجلس التشريعي. ففي نفس الفترة اللي الاحتلال بيهاجم غزة كانت عمليات الاغتيالات الغامضة بين قوسين طبعا اللي بتستهدف قادة وكوادر وعناصر حركة حماس في قطاع غزة لا تزال مستمرة زي ما هي. وطبعا أصابع الاتهام كلها موجهة لحركة فتح وأجهزة أمن السلطة التابعة لدحلان وعباس. ومع وصولنا ليوم 20 أكتوبر 2006 يتعرض رئيس الوزراء إسماعيل هنية لمحاولة اغتيال بعد أن تم استهدافه من قبل أفراد من حركة فتح بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد القسام وسط مخيم من أسيرات في قطاع غزة. ولكن تقدر حراسة هنية إنها تبعده عن الخطر وينجو من الاغتيال. وزي ما قلنا في خلال الفترة دي كان عدوان الصهاينة على قطاع غزة لا يزال مستمر، والاشتباكات بين الاحتلال والمقاومة مستمرة، وكان الهدف معرفة أو تحديد مكان الجندي الأسير جلعاد شاليط. ولكن مع عدم قدرة الاحتلال على تحديد مكانه بأي شكل أو معرفة أي معلومة عنه وبواسطات إقليمية ودولية، تقرر في 26 نوفمبر 2006 وقف إطلاق النار بين الجانبين لتفشل حكومة وجيش الاحتلال في تحقيق الهدف، تحديد مكان شاليط وتحريره. دمر الاحتلال بعض أنفاق المقاومة وظلت قدرات المقاومة الصاروخية زي ما هي تقريبا، لكن خلف الاحتلال دمار كبير وأكثر من 400 شهيد وحوالي 2000 جريح ومصاب. وتتجه الأنظار إلى المسار السياسي التفاوضي لإنهاء صفقة تبادل. وفي 14 ديسمبر 2006 يتعرض موكب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية مرة تانية لإطلاق نار من قبل قوات أمن الرئاسة التابع مباشرة لرئيس السلطة محمود عباس، وده بعد خروج الموكب من الصالة الفلسطينية في معبر رفح الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة. وتسببت محاولة الاغتيال دي في استشهاد أحد مرافقي هنية وإصابة نجلو عبد السلام وعدد من مرافقيه. وقتها اتهمت حركة حماس بشكل مباشر القيادي في الأمن الوقائي محمد دحلان بأنه العقل المدبر والمحرك لحادثة الاغتيال دي. وهنا خرج محمد دحلان ورد على الاتهام وقال إن التدبير لمثل هذه العملية شرف ولكني لا أدعيه، لتتصاعد الأمور أكثر بين حركتي فتح وحماس، مع دحلان من جهة فيما يشبه محاولة الانقلاب العسكري على نتائج انتخابات المجلس التشريعي، ومن جهة تانية كان الرئيس محمود عباس أبو مازن بيقود محاولة انقلاب سياسي أو قانوني إن جازت التسمية. فبعد يومين من محاولة اغتيال هنية يثير محمود عباس عاصفة لما دعا في 16 ديسمبر 2006 لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. وقتها رفضت الحكومة برئاسة هنية أي دعوة لإجراء الانتخابات، وأدانت حركة حماس أي فكرة لإجراء أي انتخابات مبكرة، وقالت إنها محاولة جديدة من فتح ومحمود عباس للإطاحة بالحكومة الفلسطينية المنتخبة. ولكن عباس كان مصمم يعمل انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، والخطوة دي ما كانش ليها معنى تاني غير إقالة الحكومة المنتخبة وحل المجلس التشريعي. ولكن في نفس الوقت مع احتفاظ عباس بمنصبه وكل صلاحياته والصلاحيات الناتجة عن إقالة الحكومة وحل المجلس. وفي تبرير محمود عباس القرار قال بأن الشعب هو مصدر السلطات، وإننا هنرجع للشعب لاختيار سلطته ورئيس حكومته، وكأن اللي اختاروا المجلس التشريعي من سنة وأقل عن طريق صناديق الانتخابات مش من الشعب مصدر السلطات. طبعا قرار عباس ده خلى الأمور تتعقد أكتر وأكتر.
في وقت كانت الأوضاع الداخلية سواء لفلسطين كلها أو قطاع غزة اللي لسه متعرض لتدمير واسع في عملية أمطار الصيف كانت أكثر تعقيدا. طبعا حوادث الاغتيال وحالة الانفلات الأمني المرغوب صنعها دي اتأخرت بشكل ما بسبب القوة التنفيذية اللي أسسها مجلس الوزراء الفلسطيني المنتخب، القوة التنفيذية الأمنية، واللي رغم حداثة تأسيسها إلا أن كان ليها إلى حد ما دور في حفظ الأمن في قطاع غزة. وطبعا طول الفترة اللي فاتت حاول الرئيس أبو مازن أنه يلغي جهاز القوة التنفيذية أو على الأقل حاول يقطع هنية أنه يدمجه في جهاز الأمن التابع ليه بشكل مباشر، إلا أن الحكومة المنتخبة رفضت تماما وقررت تكون في موقع الفعل بدلا من رد الفعل، وإنها بدل ما تبقى تحت ضغوط عباس تزود هي الضغط عليه وعلى فتح وأجهزتهم الأمنية. فأعلن مجلس الوزراء الفلسطيني المنتخب عن خططه لمضاعفة حجم وأعداد وتسليح جهاز القوة التنفيذية ليكون أكثر كفاءة في أداء دوره وتولي مسؤولياته لتستمر المشكلة. أعلن الرئيس الفلسطيني عن حل جهاز القوة التنفيذية من جانبه، القرار اللي رفضه مجلس الوزراء الفلسطيني، وأكد أن الرئيس ليس له أي صلاحية في حل جهاز القوة التنفيذية. تدهور الأوضاع بالشكل ده خلى بعض الدول تتدخل وكان على رأسهم السعودية، وفي 8 فبراير 2007 وقعت فتح وحماس في مكة المكرمة برعاية ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز اتفاق بإيقاف أعمال الاقتتال الداخلي في قطاع غزة، بالإضافة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. الاتفاق الجيد جدا ده اللي بيفتح الباب للم الشمل وبيقول مكان من الأول تشارك فتح في الحكومة وتخدم الناس لم يكتب له أي نجاح. فشل اتفاق مكة بسبب عدم التزام الأجهزة الأمنية التابعة لعباس ودحلان واستمرار العنف ضد أعضاء وقيادات حركة حماس، وتواصلت محاولات الاغتيال، بل كانت موجة العنف أقوى بعد اتفاق مكة. ففي 12 يونيو 2006 يتعرض منزل رئيس الوزراء إسماعيل هنية لإطلاق قذيفة مضادة للدروع لكن دون إصابات خطيرة. استمر الوضع ده لمدة حوالي سنة ونص، وضع كان فيه حصار غير معلن لقطاع غزة وتضييق على أهله وسكانه وكأنه عقاب ليهم لاختيارهم حماس في الانتخابات. ده غير حملات اعتقال كبيرة جدا في الضفة الغربية المحتلة بتستهدف قادة وعناصر حماس أو حتى نشطاء مقربين منهم، اعتقالات بينفذها جيش الاحتلال أو أجهزة السلطة الفلسطينية. ده طبعا غير الاعتداءات ومحاولات الاغتيال المتكررة خاصة داخل قطاع غزة، يعني حرب على الحكومة الفلسطينية المنتخبة ومؤسساتها واستنزاف ليها والمواردها. ده غير مماطلة كبيرة في منح الحكومة أي صلاحيات أمنية وتمرد غالبية عناصر الأجهزة الأمنية على وزير الداخلية سعيد صيام ورفضهم تنفيذ أوامره وحتى أوامر رئيس الوزراء. بكده أصبح قطاع غزة مهدد على مدار الساعة والأوضاع تسير في اتجاه ومصلحة الاحتلال فقط. ونوصل ليوم 14 يونيو 2007 لما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل الحكومة وإقالة رئيس الوزراء إسماعيل هنية من منصبه. أعلن عباس حالة الطوارئ وفرض هيمنته منفردا على السلطة متجاوزا ومتجاهلا أصوات الشعب اللي اختار ممثليه. رفض مجلس الوزراء الفلسطيني المنتخب إجراء عباس وأدانه المجلس التشريعي الفلسطيني. أما حركة حماس وعلى لسان المتحدث الرسمي سامي أبو زهري قال أن حل عباس الحكومة إجراء لا قيمة له من الناحية العملية، وأكدت حماس أن إسماعيل هنية سيظل رئيسا للحكومة لنصل ليوم مفصلي في تاريخ قطاع غزة. ففي يوم 14 يونيو 2007 تنطلق عملية عسكرية كبيرة جدا شملت كل قطاع غزة تقريبا لما اتحركت مجموعات من كتائب القسام وهجمت مقرات الأجهزة الأمنية التابعة لعباس في غزة واقتحمتها وسيطرت عليها بالكامل هي وكل المؤسسات الحكومية في القطاع، واندلعت اشتباكات بين مسلحي فتح والقسام. ولكن في خلال ساعات قليلة من نهار 14 يونيو انتهت كل الاشتباكات دي لصالح القسام وقتل فيها عدد من عناصر الأجهزة الأمنية، واعتقل مسلحي القسام أعداد كبيرة من عناصر وأعضاء فتح والأجهزة الأمنية، وهرب منهم عدد آخر للضفة الغربية المحتلة. وقدر القسام في نصف يوم أنه يسيطر على كل قطاع غزة تقريبا خلال ساعات، تخلص من عناصر الأجهزة الأمنية اللي طوال سنتين أذاقوا المدنيين العزل والمسؤولين الحكوميين الويلات. بعدها أعلنت حركة حماس إنها وجناحها العسكري كتائب القسام سيطروا على قطاع غزة وأنهوا وجود أجهزة السلطة التابعة لمحمود عباس، ووصف اليوم ده بالانقلاب العسكري من كل خصوم حركة حماس وعلى رأسهم محمود عباس وحركة فتح، وعرف إعلاميا باسم الحسم العسكري. أما حركة حماس نفسها وفي كتاب أصدرته لاحقا لتوضيح الأحداث من وجهة نظرها الكتاب الأبيض، عملية الحسم في غزة اضطرار لا اختيار. اعتبر البعض أن عملية الحسم العسكري هي الإعلان الرسمي عن الانقسام الفلسطيني، لكن آخرين شافوا أن الانقسام موجود منذ توقيع اتفاقية أوسلو، يعني من أكثر من 14 سنة تقريبا، وفي اللي شايف أكثر من كده. بكده أصبح الواقع المترسخ سياسيا وجغرافيا أمنيا وعسكريا بين الضفة ورام الله أصبحت تحت قيادة الرئيس
الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح اللي هو رئيسها برضه. وقطاع غزة أصبح تحت قيادة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، وحركة حماس واللي أصبح هنية هو رئيسها برضه بإعلان الحركة عن اختياره. وخلال الأيام التالية للحسم العسكري أصدرت حركة حماس عفو عام عن كل المعتقلين عندها من عناصر الأجهزة الأمنية وفتح واللي كانوا اعتقلوا أثناء الاشتباكات. صدر العفو عنهم بعد ما تعهدوا بعدم الاشتراك في أي أعمال مشابهة للي كانت بتتم قبل الحسم. وبكده استلمت الحكومة ووزرائها قطاع غزة في ظل محاولات من فتح لإحداث مشكلات في القطاع بشكل مستمر لتظل الأوضاع الأمنية غير مستقرة. أصبحت حكومة غزة تحت أعباء إضافية، هجوم إعلامي ليل ونهار أطلقوا عليها الحكومة المقالة، وكان عباس بيوصف القوة التنفيذية بأنها ميليشيات خارجة عن القانون. لكن زي ما بيتقال سبق السيف العذل. مجلس الوزراء الفلسطيني هو اللي أسس جهاز القوة التنفيذية ووفر له الوقت للتدريب والتأهيل ووفر له التسليح والصلاحيات، وهو الجهاز اللي منح الحكومة الأفضلية وقت اللزوم ومكنها من السيطرة الأمنية. ده غير أن أصلا في قوة عسكرية كبيرة هي كتائب الشهيد عز الدين القسام اللي مقاتليها مدربين على مواجهة الجيش الإسرائيلي، واحد من أقوى وأحدث الجيوش في العالم، واللي في كتير من المواقف تفوق المقاتل القسامي على المقاتل في جيش الاحتلال. فما بالك بمواجهة بين القسام وبين مسلحي فتح والأجهزة الأمنية اللي اتخصصت بس في قمع وتعذيب المواطنين والمتظاهرين. كل ده منح حماس القدرة على الحسم العسكري اللي تتفق أو تختلف معاه، تشوفه حسم عسكري في محله، تشوفه انقلاب وجريمة، لكن ده اللي حصل بالفعل. في المقابل فالحكومة برئاسة إسماعيل هنية كانت بتؤكد إنها الحكومة الفلسطينية الشرعية والمنتخبة، وإنها ستظل في خدمة الشعب الفلسطيني اللي اختارها ووثق فيها. وبكده استمر الشد والجذب ده على أشده بين فتح وحماس طوال الفترة المتبقية من 2007. ولكن مع الوقت بدأت الأمور في قطاع غزة تكون أكثر هدوءا لتعود الحياة لطبيعتها قليلا بعد نهاية الحواجز ونقاط التفتيش وتوقف عمليات المداهمة وإطلاق النار والاغتيالات اللي كانت بتحصل بشكل يومي. وبدأت حكومة غزة في إدارة القطاع ومحاولة تيسير أمور الناس وتحسين أحوالهم، استكمال الجهاز الإداري والحكومي، توفير الموارد المالية، ده غير تأمين الحدود سواء بين مصر وغزة وطبعا بين غزة والأراضي المحتلة. ده غير أن وجود حكومة غزة اللي هي كلها جاية من حركة حماس ده هيسمح لفصائل وحركات المقاومة إنها تعمل في أجواء أفضل نسبيا. وطوال 2008 استمر الحصار على القطاع واستمر الجواسيس في محاولة الوصول لمكان جلعاد شاليط، لكن فشلوا تماما. وكمان كانت حكومة غزة مستمرة في إدارة القطاع، وأكيد وقتها كان في معارضين وكارهين لحماس، حاجة طبيعية، مش شرط كل الناس تأيدها، طبيعي يكون في اللي بينتقد حماس وبينتقد أدائها، ده حق الناس، وأكيد في معارضين وكارهين للمقاومة عموما. ولكن ورغم الحصار والعدوان فكتير من الناس في غزة كانت صابرة على الحكومة ومؤيدة للمقاومة، وده طبعا وضع شديد الخطورة على إسرائيل ليقرر الاحتلال إنه يتدخل بنفسه أكتر في قطاع غزة. ففي 27 ديسمبر 2008 بدأ الصهاينة حرب على قطاع غزة المحاصر، عدوان أطلق عليه جيش الاحتلال اسم عملية الرصاص المصبوب. واعلن قادة الاحتلال ان هدف الحرب دي اولا انهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة، ثانيا منع اطلاق الصواريخ من القطاع تجاه اسرائيل، ثالثا القضاء على المقاومة الفلسطينية. طبعا الثلاث اهداف دول لو عملوهم فبالنسبة لهم كده هم حققوا تارجت القرن مش السنة بس، لكن كان في هدف حقيقي من وراء العملية، اكيد غير اضعاف حكومة غزة. الهدف هو الوصول لمكان الاسير جلعاد شاليط. وبعد انتهاء المعركة دون ان يحقق العدو اي من اهدافه المعلنة، اعلنت القسام عن تقديرها لخسائر العدو بمقتل 80 ضابط وجندي على الأقل وإصابة المئات، ده غير تدمير عشرات الآليات والاستيلاء على أسلحة وذخائر. ده غير إعلان القسام إن حرب الاحتلال على القطاع اللي كان هدفها محاولة تحرير الأسير جلعاد شاليط شهدت تنفيذ عمليتي خطف جداد لضباط وجنود من الاحتلال، لكن لم يكتب لها النجاح. ويمكن ده كان أحد أبرز أسباب إيقاف إسرائيل العدوان وسحب قواتها البرية من غزة والاكتفاء بالقصف المدفعي والجوي. احنا مش داخلين نجيب شاليط فانتوا كمان تأسروا 2 ولا 3 تانيين. وبعد الحرب تواصل حكومة غزة عملها وتسعى انها توجد حلول لمشاكل القطاع، مشاكل اضيف ليها آثار العدوان الأخير اللي ألحق أضرار بالغة بالمدينة. فنتيجة لبشاعة العدوان الصهيوني ينعقد في مارس 2009 مؤتمر إعمار غزة. في المقابل رحبت حكومة غزة بالمؤتمر ونتائجه، وإن كانت صرحت ان استبعادها عن حضور المؤتمر يعتبر انحياز واضح لطرف فلسطيني على حساب آخر، وقالت ان ده يعتبر تسييس لقضية إنسانية، لأن المفترض
مجرد إعادة إعمار وبناء القطاع وتوفير خدمات صحية وتعليمية لسكانه، ملوش علاقة بمين اللي بيحكم القطاع. واقترحت حكومة غزة تسليم الأموال اللي خصصت للإعمار إلى جهة شفافة ونزيهة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها. واقترحت حماس إن أموال المساعدات تسلم إلى جهات دولية وعربية يشاركوا بنفسهم في عمليات إعادة الإعمار. يعني بيقولوا بشكل واضح إحنا مش عايزين نستلم أي فلوس من أي حد، انتوا خصصوا مبالغ دعم مالي ومساعدات جمعوها وتعالوا بنفسكم نفذوا مشاريع الإعمار. وفي أكتوبر 2009 ولأول مرة نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام شريط فيديو بيظهر فيه الجندي الأسير جلعاد شليط وهو ماسك جريدة فلسطينية صادرة بتاريخ 14 سبتمبر 2009. وفي الفيديو ناشد شليط رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه يوافق قبل فوات الأوان على شروط القسام ويقبل صفقة التبادل. الشريط ده ما كانش مجاني، فنظير نشر فيديو لشليط بيثبت إنه على قيد الحياة كانت المقاومة طلبت تحرير عدد من الأسيرات الفلسطينيات. وبالفعل في 2 أكتوبر 2009 اتحررت 19 أسيرة فلسطينية من سجون الاحتلال بعد جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس والاحتلال عن طريق وساطة مصرية ألمانية. ونوصل لسنة 2010. ففي شهر فبراير حصل استئناف لجولة جديدة من المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وتحديدا ما بين سلطة رام الله بقيادة عباس وحكومة غزة بقيادة هنية، مفاوضات تحت اسم مباحثات المصالحة الوطنية الفلسطينية. في نفس الوقت ده كانت السلطة الفلسطينية بتعيد استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. ومع اشتداد الحصار على القطاع قررت منظمات ونشطاء أتراك تنظيم قافلة سفن إغاثية ضمن أسطول الحرية لإدخال مساعدات لقطاع غزة. وفي مايو 2010 تعترض قوات كوماندوز إسرائيلية سفن القافلة، وفي سفينة مافي مرمرة يقتل الجيش الإسرائيلي 9 من النشطاء الأتراك. لتقول إسرائيل بكل وضوح إنها مش فارق معاها أي حد، أو بمعنى أدق مفيش نظام عربي أو إسلامي لديه الإرادة الحقيقية والرغبة الجادة لمواجهة إسرائيل ومن وراها أمريكا. وفي أبريل 2011 وفي العاصمة المصرية القاهرة قررت حركتها فتح وحماس بعد عدة جولات من المفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات تشريعية. الاتفاق اللي اعتبر نجاح كبير وإنه هينهي الانقسام اللي حاصل، ولكن للأسف ما كانش فيه أي خطوات جادة وواضحة لتنفيذ الاتفاق ده. وفي مايو 2011 ومع وجود حكومة مصرية جديدة مؤقتة عينها المجلس العسكري، أعلنت الحكومة المصرية أنها قررت فتح معبر رفح البري بشكل دائم بعد تقريبا 4 سنوات من الإغلاق. وكان إغلاق المعبر في عهد مبارك بيتم تحت بند إن مفيش رقابة دولية على المعبر ورفض نظام مبارك الاعتراف بسيادة حكومة حماس على قطاع غزة. وطبعا فتح المعبر خضع لروتين وتفتيش وإجراءات أمنية مشددة لمراقبة دخول وخروج الأفراد ودخول البضائع. وأخيرا وبعد 5 سنوات وتحديدا في 18 أكتوبر 2011 تتم صفقة وفاء الأحرار، الصفقة اللي بموجبها سلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجندي الأسير جلعاد شليط إلى النظام المصري تمهيدا لتسليمه إلى حكومة الاحتلال. وفي المقابل هيفرج الاحتلال عن 1027 أسير فلسطيني، خرج منهم تقريبا 477 أسير في نفس اليوم يوم 18 أكتوبر، على أن يكتمل الإفراج عن باقي الأسرى خلال شهرين. وكان من أبرز الفلسطينيين في قوائم المحررين وليد زكريا عقل من أوائل مؤسسي كتائب القسام، ويحيى السنوار المعتقل منذ 1988 مؤسس جهاز مجد الأمني وهو جهاز استخباري تابع للمقاومة، وروحي مشتهي شريك السنوار في تأسيس جهاز مجد، وحسام بدران أحد قيادات كتائب القسام، وأحلام التميمي اللي تعتبر أول مقاومة تعمل في صفوف كتائب القسام وشاركت في تنفيذ عدد من العمليات ضد الاحتلال. وطبعا كان من بينهم نائل البرغوثي عميد الأسرى الفلسطينيين والمعتقل من 1978، يعني قضى في سجون الاحتلال أكثر من 35 سنة. وبعد سنة واحدة من إفراج المقاومة عن جلعاد شليط وتحديدا في 14 نوفمبر 2012 تغتال إسرائيل القيادي البارز في كتائب القسام أحمد الجعبري اللي ظهر بجوار شليط أثناء صفقة تسليمه لمصر ثم إسرائيل. وقيل إن اغتيال الجعبري كان انتقاما لدوره المهم والمحوري في إضفاء السرية التامة وإخفاء وكمان الحفاظ على حياة شليط طوال سنوات الأسر، ما سمح للمقاومة بإجراء صفقة تبادل كبرى. وبعد اغتيال الجعبري بصاروخ من طائرة حربية صهيونية ينطلق عدوان جديد على قطاع غزة المحاصر في العملية العسكرية اللي سماها الاحتلال عملية عمود السحاب. وأعلن الاحتلال إن الهدف من العملية العسكرية هو تدمير المواقع اللي المقاومة بتخزن فيها صواريخها، ولكن كالعادة والمتوقع يستهدف القصف الصهيوني المنازل والمناطق المدنية والمدنيين. وبعد بدء العدوان الإسرائيلي بيومين وفي 16 نوفمبر 2012 يوصل رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. ترأس قنديل وفد مصري رفيع المستوى والتقى برئيس الوزراء إسماعيل هنية، وزار عدد من المستشفيات والمصابين، والتقى ببعض أهل غزة. وفي مؤتمر صحفي أكد رفض مصر للعدوان وحرصها
على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن. الزيارة غير المسبوقة تزامن معها قرار الرئيس المصري محمد مرسي سحب السفير المصري من إسرائيل وتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى تل أبيب عبر السفير الإسرائيلي بالقاهرة. وقتها خرجت المظاهرات في مختلف الشوارع والميادين المصرية بتطالب بقطع كامل للعلاقات مع إسرائيل. أما المقاومة الفلسطينية فردت على عدوان الاحتلال على القطاع وسكانه وأطلقت عملية عسكرية سمتها حجارة السجيل بإطلاق أكثر من 1500 صاروخ من داخل قطاع غزة باتجاه المغتصبات والأراضي المحتلة. وفي سنة 2013 كان أهالي قطاع غزة بيأملوا في الأفضل، خاصة مع وعود إعادة الإعمار وشبه الانتظام في عمل معبر رفح البري ودخول شاحنات السلع الغذائية والبضائع، لكن الشعب بالفعل كان بيعاني. فبحسب تقدير مركز الإحصاء الفلسطيني وصلت نسبة العاطلين عن العمل في غزة ل 28% وارتفعت نسبة الفقر ل 70%، وده زود الأعباء على حكومة غزة اللي الناس مستنية منهم الكتير، خاصة إنهم استبشروا خير بموقف النظام المصري في الفترة الأخيرة إنه ربما أحوال القطاع وأهله تتحسن. لكن في يوليو 2013 ينفذ الفريق أول عبد الفتاح السيسي انقلاب عسكري على الرئيس مرسي يعتقله ويبعده عن السلطة، وتبدأ حملة في الإعلام المصري هجوم شديد على حركة حماس وقطاع غزة، شيطنتها وتحملها مسؤولية الفوضى في السجون أثناء ثورة يناير 2011. وكمان اتهموا مرسي بالتخابر مع حركة حماس، وطبعا اتقفل معبر رفح وشدد الحصار على القطاع أكتر وأكتر. وبدأ النظام المصري الجديد فورا إجراءات حادة ضد الأنفاق، كل أنواع الأنفاق بين مصر وغزة، وبدأت ملامح خطة لإخلاء الشريط الحدودي وتهجير سكان رفح المصرية والشيخ زويد بزعم حماية الأمن القومي المصري. وبالعودة لفلسطين وفي منتصف 2014 وافقت حركة حماس على التخلي عن الحكومة وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية. وفي 2 يونيو 2014 أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، وهي الخطوة اللي المفترض تاخد المصالحة الفلسطينية خطوات للأمام، ولكن عدوان جديد على قطاع غزة يأجل كتير من الخطوات دي. وبنهاية 2014 كان طبعا التوتر بين النظام المصري وحكومة غزة لسه مستمر وعلى أشده وسط حصار مستمر 1,800,000 مواطن فلسطيني، على الرغم من إعلان حركة حماس تخليها عن حكم القطاع. ففي 28 فبراير 2015 أصدرت محكمة الأمور المستعجلة المصرية حكم بإدراج حركة حماس ضمن المنظمات الإرهابية. ولكن في مارس 2015 طعن ممثل الحكومة المصرية هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم ليتم إلغاء القرار باعتبار حماس إرهابية في 6 يونيو 2015، وهو القرار اللي رحبت به حركة حماس واعتبرته دليل على دعم مصر ودورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية. وصرح بعض قادة حماس أن الحركة تلقت إشارات إيجابية لتحسن علاقتها مع النظام المصري. وفي سبتمبر 2015 يشدد النظام المصري حملته لإنهاء الأنفاق بين مصر وغزة، ويستخدم مضخات وأنابيب ضخمة لضخ مياه البحر للأنفاق وتدميرها. وفي أكتوبر 2015 بدأ النظام المصري في إنشاء منطقة خالية بين قطاع غزة وسيناء بمساحة 2 كيلومتر كمرحلة أولى تحت دعوة مكافحة الإرهاب، ويشتد الحصار أكثر وأكثر على القطاع. وفي 12 مارس 2016 وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة وقابلوا مسؤولين مصريين لبحث العلاقات الثنائية. وفي 5 سبتمبر 2016 سمح النظام المصري لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالخروج من معبر رفح متوجها لمكة المكرمة لأداء الحج وبعدها إلى دولة قطر. وحتى معبر رفح شهد تحسن في تشغيله خلال 2016. خلينا بس نوضح التحسن المقصود ده. فبحسب إحصائية أصدرتها وزارة الداخلية في غزة فإن المعبر من إجمالي 366 يوم عدد أيام سنة 2016 اتفتح 38 يوم بس، 38 يوم متفرقين على أيام السنة تم خلالهم السماح لحاملي الإقامات وجوازات السفر الأجنبية بالخروج من غزة وبعض المرضى والحالات الإنسانية، يعني شهر وأسبوع بس من إجمالي 12 شهر، 38 يوم في السنة. هو ده التحسن اللي شاهدوه قطاع غزة خلال 2016. أما في 2017 ففي 6 فبراير 2017 قرر الكنيست الإسرائيلي اللي هو البرلمان ما يعرف بقانون التسوية، القانون اللي بيشرعن المستوطنات العشوائية اللي بناها المستوطنين أو غيرهم على أراضي فلسطينية خاصة. وبكده أتاح القانون سرقة أراضي فلسطينية خاصة مملوكة لأشخاص أو عائلات لغرض الاستيطان. وقيد القانون الجديد المحاكم الإسرائيلية ومنعها من اتخاذ أي قرار بتفكيك أي مستوطنة، وسمح لها بالحكم بمبدأ التعويض المالي أو بأراضي بديلة. وفي 13 فبراير أسفرت الانتخابات الداخلية لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن اختيار الأسير المحرر في صفقة شليط يحيى السنوار رئيسا للحركة في فلسطين، واختيار إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا لخالد مشعل. وفي 23 مارس 2017 أعلنت حركة حماس عن تشكيل لجنة إدارة المؤسسات الحكومية وشؤون قطاع غزة. وقالت الحركة إن سبب تشكيل اللجنة هو تقصير
الحكومة الفلسطينية والسلطة في رام الله في إدارة شؤون القطاع وخدمة شعب غزة. وفي أبريل 2017 قالت حماس إن دولة قطر قدمت مبادرة جديدة لإتمام المصالحة مع فتح، وكالعادة لم تشهد المبادرة أي نجاح. ده في الوقت اللي صرح فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه سيتخذ خطوات غير مسبوقة لإجبار حماس على إنهاء الانقسام وتسليم إدارة قطاع غزة لحكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله. ولكن إجراءات عباس لم تمس حركة حماس بشكل مباشر، لكنها أثرت على سكان القطاع وزادت من سوء الأوضاع في قطاع غزة. كان من ضمن القرارات دي إن عباس قرر تخفيض إمدادات غزة من الكهرباء، وأحال عدد من الموظفين الحكوميين للتقاعد ليتخفف من دفع رواتبهم. ده غير إنه خفض رواتب بقية موظفي الحكومة في غزة بنسبة 30%. وفي 4 يونيو 2017 وفي أول زيارة خارجية لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار يزور القاهرة ويلتقي عدد من المسؤولين المصريين، كما التقى خلال وجوده في القاهرة بالقيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان لبحث تحسين أحوال سكان غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية بالقطاع. وفي 1 فبراير قرر النظام المصري فتح معبر رفح في الاتجاهين لمدة 4 أيام. وفي شهر مارس 2021 أعادت حماس انتخاب يحيى السنوار رئيسا لها بغزة. وفي 31 مايو 2021 يوصل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى غزة ويلتقي قيادات من حماس وفصائل المقاومة في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تعيين كامل رئيسا للمخابرات في 2018. احنا هنا بنحاول نأدي الدور اللي علينا، سرد موضوعي للأحداث، لكن انتوا حاولوا تحولوا الأحداث لمشاعر، حولوا الأرقام لبشر، لحم ودم قدام عينيكم، لعلنا نقدر نوصف ونحس بجزء ولو بسيط من معاناة أهلنا في فلسطين وألمهم. لعلنا نحس إننا قصاد لحظة فارقة في التاريخ، لحظة بدأت بيوم عظيم، يوم 7 أكتوبر 2023، يوم عظيم خرج من أرض مدينة عظيمة، مدينة غزة اللي تستحق نحكي عنها أو عنها 1000 حلقة من كان يا مكان. فكان يا مكان. ابدي اعجابك واشترك في قناتي بكر المصري وقول لنا رأيك في تعليق، وشارك الفيديو لو حابب تدعمنا، واستنونا. كان يا مكان. أنا أقدم واحد في العمارة. أنا تاريخ